معاكم كويس جدا. بعد كده جبت نص كوبايه من السمنه السايحه، حطيتها فوق الوش كده اهوت، وفضلت اضغط عليها عشان تتوزع فوق الوش كله. بعد كده دخلتها على درجة حرارة 200، الفرن ساخن مسبقا. واول ما تاخد معايا اللون الجميل دوت هنزل عليها بالشربات البارد على طول. هنا بقى في حركتين، ممكن تسيبوها كده من غير ما تغطوها خالص وتطلع معاكم مقرمشة زي ما انا هعملها دلوقتي، وممكن تغطوها في فوطة مبلولة مندية كده عشان تطلع طرية معاكم وتبقى الكنافة مليانة كده عسل. هنا بقت جاهزة معايا، انا بحبها تكون ناشفة ومقرمشة كده، وان شاء الله الوصفة دي تعجبكم. وطبعا اللي بيحبها تكون طرية يقدر يغطيها وتبقى معاكم طرية ولذيذة جدا وطعمها في منتهى الجمال. سكر معتدل وهي مقرمشة واخدة لون ذهبي، والسكر البودر هنا وظيفته بيديها اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. لو وصلتوا بقى للمقطع ده من الفيديو حطوا لايك بقى وكومنت جميل زيكم. وبكده بقى خلصت معاكم الفيديو. هكتب لكم كل المكونات تحت في الديسكريبشن بوكس، وبألف هنا يا رب على قلوبكم.